بتعمل اعلانات مموله وبترمي فلوس في الارض وما بيجيلكش ولا زبون. تعال اقول لك المشكله فين. ناس كتير فاكره ان الماركتينج هو بوست حلو وتنزله وتعمل له بوستنج وخلاص كده. ده مش تسويق، ده رمي فلوس في البحر. التسويق الحقيقي هو علم وفهم سلوك الناس. ازاي واحد ما يعرفكش يشوفك يثق فيك ويهتم بيك وفي الاخر يشتري منك. طب ازاي نعرف الرحله دي ماشيه صح ولا لا؟ صلى على النبي. كمل مع الفيديو. سيبك من الفهلوه، الداتا هي اللي بتحكم. اربط بيانات فيسبوك والانستا او اي منصه شغال عليها في داشبورد واحده. ساعتها هتعرف مين جاب عملاء اكتر ومين جاب عملاء بتتفاعل لكن ما بيشتروش. وقتها القرار هيكون سهل في انك تزود الميزانيه. الاعلان الكسبان زود فيه الميزانيه، والاعلان الخسران او المنصه الخسرانه ابدا افهم هي خسرت ليه او ايه اللي ما جابش مع الناس. وقف فيها الميزانيه لحد ما تفهم ايه المشكله فيها. عدلنا الميزانيه خلاص. طب السيلز هيشتغل على العملاء دي ازاي؟ صلى على النبي وكمل معايا الفيديو وهقول. الماركتينج بيباصي والسيلز هو اللي بيجيب الجون. يعني ايه؟ يعني لو المباصيه غلط مفيش جون هيجي. وظيفه الماركتينج انه بيجيب العميل المناسب، مش اي عميل، عميل جاهز انه يشتري. ساعتها السيلز مش هيضيع وقته مع ناس مش ناويه تشتري او مش مهتمه. ولما تبقى القرارات مبنيه على داتا، الماركتينج هيجيب زبائن اكتر والسيلز هيقفل كل الصفقات. هنا نتائج البيزنس شغاله وبتزيد بذكاء. ولو عندك صاحبك بيخسر فلوسه في الاعلانات ابعت له الفيديو ده. صلي على النبي.